كتبدا القصه ديالنا في سوريا وبالضبط في حلب. اللوين سميتو جون، خونا واحد من الاشخاص اللي انفو تشوفوه في بدايه القصه عرفها غترون. هاد الصباح هجموا على شي وحدين كان عندهم اوامر باش يصفيوها ليهم، ومن الطريقه اللي طيحوهم بها غيبان فيهم محترفين مزيان وكيعرفوا واش كيديروا. فتشوا داك المخبأ اللي كانوا فيه وهما خارجين، وصل واحد سميتو اندري بمهمه جديده. اشنا هي هاد المهمه؟ مجموعه ديال السوريين شادين دبلوماسي امريكي رهينه خاصهم يمشيو يعتقوا، جبدوا خريطه وراهم البنايه اللي حابسينو فيها، داروا خطه، وفي العشيه غنشوفوهم كيتسلوا الحومه اللي حابسينو فيها. كيف ما قلت لكم صحابنا مدربين وعارفين مزيان اش كيديروا. غفلوا القناص اللي حاضي الحومه، طيحوا لصقوا المتفجرات في الباب وكتسمع ديك الدو. هجموا داخلين واللي جا قدامهم كيطيحوا. هاك شد لقى عندهم كاتم صوت في الاسلحه، الاعداء ما كيعرفوا الدقه منين كتجي. هجموا على الغرفه اللي فيها الدبلوماسي، صفوا شي وحدين كانوا حارسينو. رجون البال ان كاع هادوك اللي تما كانوا جنود روس ماشي سوريين كيف ما قال لي اندري. دار عنده بدا كيغوت عليه وكيسولوا علاش كذب عليه. قال ليه روس ولا سوريين، المهم اعتقنا الدبلوماسي. وهما خارجين من تما ما عرفوا واحد جندي روسي من تسلط عليهم، نيش فيهم ببازوكا، تيراو فيه، حاولوا يوقفوه ولكن منظرهم برك على الزناد قبل منه. تيراو كتسمع ديك الدو كله فين تلاح. لوين ضرب مع الارض، القائده كارين طاحت ليطاج للتحت. اندري كان همو الواحد هو يهرب الدبلوماسي. هيا لوين يغوت عليه قال ليه يجي يعاونو في كارين، ولكن والو. في نفس الوقت هجموا عليها شيروس. لوين بطبيعه الحال ما قدرش يسمح في كارين، طلع لعندهم وشير عليهم بغاز مسيل للدموع. عاون كارين وقفت وبقاو خارجين، واللي جا قدامهم كيطيحوا. قدروا يصفيوها ليهم كاملين، طلعوا مع اصحابهم في الهليكوبتر وعلاق. جون كان ساخط على اندري بخصوص الروس، وملي امرهم يسمحوا في كارين زاد سخط اكثر. بدا كيتناقش مع اندري شويه، تزايدوا في الهضره وكانوا غاديين يكبتوها، وهي تدخل كارين وفرقات هاد المهزله. داز 3 شهور على هاد البلان. في هذا الصباح غادي نشوفوا جون داير حفله بمناسبه مراتو قريبه تولد. خونا من كثره ما كان كيبغيها خرج بمره من الجيش وبدا يقلب على خدمه في الشركه ديال الامن غير باش يبقى حداها قريب ليها هي وبنته. من جهه اخرى غنشوفوا واحد من صحابو هي من الجيش مخرج الزبل. نهار زوين، الدعوه مكالميه، وهو تيقول لبنته غير يرمي الزبل ويجي يلعب معاها. جات فيه واحد الفارغونيت صفاتها ليه وعلق ديال من هاد الفارغونيت شكون اللي صايقه الله اعلم. في الليل واحد من صحاب اللوين كان راجع لدارو، كان في الخدمه، خرجت ليه نفس الفارغوني، بقات غاديه قدامه بشويه. وصل واحد ستوب، نزل منه واحد، جبد السلاح، هو يتيري في صاحب اللوين، خرجوا كامل، صفوها ليه وعلقوا. في نفس الليله دخلت مرات جون لبيتها تنعس، وهو هبط للقابو كيف ما ديما يسمع الموسيقى. نفس الفارغونيت غتوقف قدام دارو، وغينزلوا منها 4 مسلحين بالمعدات اللي عندهم، كيبان فيهم باللي مدربين مزيان على الاغتيالات. دازوا اللور ديال الدار، قطعوا الضوء، واللوين كيحاول يفهم اش واقع. سمع صوت رجلين طالع في الدروج مع مدوز العسكر، قدر بسهوله يعرف القضيه فائنه. طار المجر، خدا السلاح بيل وطلع. في هاد الوقيته غادي يكونوا جوج وصلوا للغرفه ديال مراتو. خوتنا ما كيلعبوش مع تقادوا معاها، عمرو سلاح وبداو كيتيريو. قلت لك خرجوها كامله. لوين حل الباب لقى واحد قدام، تيرا فيه صفاها لي، زاد شويه لقى واحد اخر صفاها لي حتى هو، ودوك الجوج اللي في الغرفه ديال مراتو كيتاكدوا باللي ماتت. غفل واحد الاخر قتلو، وهو خارج من الغرفه جابها عبار مع اللوين، قالوا جه في الوجه، ما كاين فين تخبى غير قتل ولا موت. بقاو كيتيروا في بعضياتهم حتى طاحوا بجوج وكلاوها ديال بصح. ولكن الاخر مع كان ضارب الجيلي كال عليه شويه، وهو كيحاول يوقف ضرب ليه البيل في وجهه، وقدر اللوين يتعرف على الملامح ديالو. بدا كيتقاتل. هاد السلاح نيش فيه تيرا، تصدم باللي السلاح كان خاوي. هو يجمع داك شويه ديال الجهد اللي كان بقى عنده. من تما جون مع مشى خونا بدا كيحاول يوصل للغرفه ديال مراتو، بقى كيتقاتل يزحف في الارض، وبالفعل في الاخر قدر يوصل. تما غيصدم بها ميته هي وداكشي اللي في كرشها. مع شاف داك المنظر خونا غيب في البلاصه، ولكن كيبان الا مشى تعاش غادي يرونها. وهما غاديين بين السبيطار غادي نشوفوا اندري داير اجتماع مع قاده الجيش على قبل اللوين. قال لهم على حساب التقرير تقاتلوا في دارو 3 ديال المجرمين ومراته اللي كانت حامله. اما بالنسبه للاصابات فتصاب واحد من المجرمين وهرب، وجون في حاله خطيره. سولوا واحد من القاده واش عندهم شي استنتاج اولي علاش تهاجموا هما بالضبط. قال ليه جون وصحابه كانوا في نفس الفرقه قبل ما يخرجوا منها هذه 3 شهور، يمكن تورطوا مع شي مجرمين هما اللي صفوها ليهم.
القائدة كارين سمعت هاد الهضرة وهي تكعى وطلع عليها الدم. غير خرجوا من الاجتماع تبعته كبتتها معاه، بدات كتغوت عليه كتقول ليه جون صحابو ماشي مجرمين وما غادي ترتاح حتى تنتقم ليهم. قال لها اندري هاد الهضرة اللي قال كانت غير افتراض وتحرك بحاله، ولا خرج فاني عينيك باش تعطي لامك. في الليل مشات تزور لوين في السبيطار صاحبنا وخا حيدوا ليه القرطاسة، كان واكلها ديال بصح وحالته حالة، واللي مكمل عليه هو مرتو كيحلم بها مرة وكيبدا يغوت. فاق من الغيبوبة بقى كارين جالسة حداه. اول حاجة سولها عليها هي شكون دار فيهم داكشي. قالت لي كارين مازال لحد الساعة ما عارفينش، وحتى كون كانت عارفة ما تقدرش تقول لي. خونا مورا هاد الهضرة فهم باللي الا ما وصلش للحقيقة بوحدو ورد حق مراته بيدو ما كاينش اللي غادي يردوا ليه. ومن هاد النهار ولا داير اكثر من جهده باش يتشافى. مع خرج من السبيطار قصد واحد سونتر ديال الترويض شويه ديال السباحه، باختصار داير جهده كامل باش يتشافى في اقرب وقت. من جهه اخرى الوزير استدعى كارين، دخلت لغرفه الاجتماعات لقاتو كيتسناه هو اندري. حاول اندري يخليه يخرجها بحجه ان المعلومات اللي غادي يقول اندري سريه بزاف، ولكن الوزير كان مصر على حتى كارين خاصها تعرف. اندري شاف ما غاديش يخرجها بدا كيهضر قدامه. قال ليه من بعد بزاف ديال التحريات وصلنا لهذوك الاشخاص اللي هاجموا لوين وصحابه كاملين كانوا جنود روس، وهذا الشيء اللي وقع غالبا انتقام للروس اللي قتلوا في حلب قبل ما يتقادوا. يعني الروس هجموا علينا في بلادنا. قال لي اندري وخا هجموا علينا، في بلادنا ما غنقدروش ندخلوا روسيا في القضيه حيت دوك الجنود حتى هما متقاعدين. ويتسولوا كاري اش غادي نديروا دابا؟ قال لها ما كاين ما غادي نديروا، المخابرات قرروا يسدوا القضيه بمره واعتبروها تعادل. انتم قتلتوا جنود روس في حلب هما قتلوا جنود امريكان، صافي قطع الله يدير الخير. كاري بطبيعه الحال ما قدراتش هذه حق صحابها. في العشيه تلاقات لوين قالت ليه المخابرات قررت تسد قضيه مراتي، وعطاتو الهويه ديال دوك ثلاثه الجنود اللي لقاوهم مقتولين في دارو. سولها على الجندي الرابع اللي هرب، قالت ليه لحد الساعه مازال ما عارفينش الهويه ديالو. وشكون اكد لكم الهويه ديال هاد الثلاثه؟ قالت ليه ضابط فيدرالي روسي سابق سميتو فيسيليف، وهو اللي اكد لنا الهويه ديالهم. ويكون زعما عارف الهويه ديال الشخص الرابع. وهي تقول ليه وهدا عليا انا اللي عارفه قلتو ليك. في الليل غنشوفوا لوين عاصر عليه قدام السفاره، هاز في يده واحد القرعه وداير راسو سكران باش ما يشكوش فيه، وبقى كيدور تما بقى كيقرب بشويه حتى وصل قدام الباب. الحراس شافوه في حاله هكا قالوا هذا غير شي سكيري، بداو كيبعدوه هو داير ليهم هبل تربع. وملي صاحب دعوته خرج مشى كيطير هاز الطوموبيل وتبعو. بقى هو غادي وصاحبنا موراه. في سيليف كانوا معاه جوج ديال الطوموبيلات، وحده راكب فيها هو الشيفور ديالو والثانيه فيها الحراس. لوين اتصل بالبوليس بلغ على الطوموبيل ديال الحراس، خلاهم وقفوها يتاكدوا منها. استغل الفرصه وفرز الطوموبيل اللي فيها في سيليف، وكتسمع ديك تشاخ دخل فيها وبلوكاها في الطريق، وهبط بواحد البيدو ديال ليسانس خواه عليها كامله، شعل فيها العافيه وطلع صفاها للشيفور وبدا يهدد في سيليف. قال لي شوف بلا ما نكثر الهضره مع امك، الشخص الرابع اللي هجم على داري في سيليف غير شافوه قدر بسهوله ولا يعرفوا هو اللي تقتلات ليه مراته. بدا كيتلف يدخل ويخرج في الهضره بما وصلوا البول، ولكن لوين حتى هو مطيح سنانه في هذا الشيء. بدا كيصيفط ليه القرطاس رجله ويعاودوا للكتف، بدا يقرب اللي كاينه واللي ما كايناش. قال ليه الشخص الرابع سميتو فيكتور ريغو، وفي هذه اللحظه وصلوا البوليس. ملي خدا لوين داكشي اللي جا على قبله تيرا فيه صفه هذه ونزل عنده تعتقل. والصباح غادي نشوفوا كاين كتهضر معاه قبل ما يدخلوه للحبس اللي غادي يجلس فيه بين ما تحاكم. قالت لي ما كانش عليك تهاجمه وانت دابا غادي تكمل حياتك في الحبس. قال لي عرفت منه شي معلومات قادر تخرجني من هنا. معلومات؟ اشنو هاد المعلومات؟ قال ليها قولي هادشي للوزير وإلا بغى يعرف يخرجني من هنا. مورا هاد الهضره مباشره تحرك مع الحراس، هما غاديين بيه الزنزانه. لاحظ باللي السجن كامل عامر بالروس، حراس مساجين كل شيء روس. من هاد البلان قدر بسهوله يفهم بانهم صيفطوا لهاد السجن غير باش يتهناو منه. وملي دخل الزنزانه وهو حاضي الباب، بداو شي وحدين كيتمشاو قدام الزنزانه وموراها طلع عليه الحارس من الشارجه. قال لي دور عند الحيط ودير يديك وراه. ولوين بطبيعه الحال غادي يسولو علاش غادي ندور، وما بغاش يقول لي الحارس. هو يقول لي تا انا ما داير. الحارس قال لي ما داير وانا غنوريك ما داير. سد الحارس شرجم ومشى. بدا لوين كيوجد في راسو القتال، هز طرف ديال الثوب الواعي على يدو، حيد الحوايج وخشاهم في لابابو وطلق الماء خلاه كيفي وعصر قدام الباب. ما داش بزاف ديال الوقت ترجع الحارس. كانوا جايين معاه شي 4 ديال الرجال فرقه ديال التدخل السريع. حلوا الباب لقاو لوين كيتسناهم. هاك شد لقى اللي وصل عنده كيصفيها لي. قلت لك غير بوحدو صفاها لهم كاملين. هز راسو بانوا لي مازال جايين وحدين اخرين ولا مشاو تدخلوا باينه باللي غادي يغلبوا. اشنق على
على واحد وبدا كيهدد الحارس يسد الباب ولا غيطردق ليه عنقو. الحارس تخلع وسد عليه. وفي نفس الوقت وصل واحد اللوين صيفطوا ليه الوزير، طلع ليه من الترجم، عطاه التليفون، قال لي شي واحد باغي يهضر معاه. خدا من عنده لقاها كارين صاحبنا معاه كيطيق فيها بزاف. قالت ليه اسمع الهضره اللي غايقول لك اللوين. طلق الحارس وتحرك معاه، خرجوا من وسط الحراس، طلعوا في الطوموبيل ومن تما شدوها عفطه وحده لواحد المخبأ سري ديال المخابرات. وصل لقى الوزير كيتسناه هو واندري وكارين، وكان معاهم حتى مدير الاستخبارات المركزيه. سولوا الوزير اشنا هي المعلومات اللي قلت لكارين ضروري خاصني نعرفها. الشخص الرابع اللي هرب من داري سميتو فيكتور ريغوف. الوزير واللي معاه سمعوا هادشي تصدموا. هو يسول اللوين شكون هو هاد فيكتور ريغوف. قال ليه فيكتور ريغوف عضو في المخابرات الروسيه، هو اكثر واحد كان كيسعى ويخطط لتدمير امريكا، وكان ممكن يوصل لهذا الشيء كون ما صفيناش ليه. اشنو صفيتوها ليه؟ وانا بعيني شفتو في داري هذيك الليله. ما طيقوش اللوين، وباش يتاكدوا جابوا ليه عرام ديال التصاور حطوهم قدامه، ومن بين هاد التصاور الصوره ديال فيكتور ريغو، وطلبوا منه يتعرف على الشخص اللي شاف دارو. هو ينعت لهم في واحد، قال لهم هذا هو اللي شفت في داري هذيك الليله. وبالفعل غيطلع هو فيكتور ريغوف اللي عند بالهم مات. مع تاكدوا انه مازال حي، امرهم يجمعوا واحد الفريق اللي غيتكلف بالاغتيال ديال فيكتور ريغوف. وقبل ما يدير شي كارثه طلب جون يكون عضو في الفريق، ولكن كارين رفضت بحجه انه ما مستقرش نفسيا ويقدروا يدير لهم مشاكل في العمليه. ولكن لوزير بالعكس كيبان ليه خونا قتل ليه مراته، يعني هو الوحيد اللي مستعد يضحي بحياته باش يوصل ليه. قبل لوين يمشي معاهم حدوا الموقع ديال فيكتور ريغوف في روسيا، والنهار الاخر كان شوفهم كيجمعوا المعدات. اختار يمشوا في طائره ديال الركاب باش ما تصدمش السلطات الروسيه. هزوا المعدات وكاع داكشي اللي غادي يحتاجوا وداروا مارش. بدات الرحله مزيان، كل شيء هو هذا. ولكن مع وصل فوق الاراضي الروسيه وقفت عليهم واحد طائره حربيه البق ما يظهر. طلبت منهم يعرفوا بروسهم، ما جاوبوش. رجعت الله وصيفطت لهم صاروخ للمحرك. البيلوت شاف الطائره ما غاداش توصل، قرر ينزل بها وسط ما في البحر. بدا كيتقاتل كيحاول يخفف الضربه، وبالفعل قدروا ينزلوا، ولكن غير هي الطائره تفرشخت كامله وبدات كتغرق بالمعدات ديالها. هي غارقه في البحر واللوين كيحاول يفك المعدات. كارين امراته باش يتراجع والو، بقى كيطلع يتنفس من واحد البلاصه ويعاود يهبط تخرج المعدات كاملين وتحركوا لواحد البلاصه اللي غيتجمعوا فيه. وصلت صدموا باندري جالس مع شي روس، شافوا حاط لهم فلوس، قصدوا اللوين شدوه خنقوا. قال لي خلتينا الصفر اللي ولدك، حتى كان غادي يصفيها. هو يدخل واحد من هذوك الروس اللي خلصهم باش يقلبوا ليه على ريكو. لوين سمع هادشي اطلق منه وخلاه يشرح لي. يلا دوي وانت خليتينا ندويو. قال لي اندري ملي طاحت الطياره ديالكم وحساب ليا متو جيت نكمل المهمه في بلاصتكم. قال لي قولها من الصباح. قال انت خليتينا نقولوها. ملي فهموا اش واقع جالسوا يسترحوا من داكشي اللي وقع عليهم ومن داك تحطم الطائره ديالهم. داروا خطه في العشيه كنشوفهم طلعوا في الفارغونيت ديالهم وقصدوا ديك البلاصه اللي عايش فيها ريكو. شدوا بارتمان مقابله مع الدار اللي جالس فيها، قصدوه ومع طاح الظلام قدروا بسهوله يدخلوا للعماره. يبداو طالعين وكيتسلوا. مع وصلوا لواحد الدار سد عليهم الباب وقصد الدار بوحده. عيات كارين تغوت عليه تحاول تقنعه يحل عليهم، ولكن والو. دفع الباب ودخل الدار ديال ريكو، لقى كاع الرجال ديال ريكو مقتولين. اللويان كيفكر شنو واقع، سمعوا كيغوت داخل الغرفه اللي جاي منها الصوت. دخل عنده تصدم مع مراته والمتفجرات وكيتسناه. اللويان ما فهم والو. خونا روسي وباغي يدمر امريكا، علاش غادي يقتل راسو؟ هو يسولو اللوين اش واقع ولاش كدير هادشي. بدا كيعاود لي، وهنا غنعرفوا ان ريكو في الحقيقه هو امريكي، وكاع داكشي اللي دار كان اوامر من الوزير. سولو اللوين علاش، قال لي هادشي كامل ومازال كتسولني علاش، وباينه باغيين يشعلوا الحرب ما بين روسيا وامريكا. مورا هاد الهضره مباشره برك على الريموت وكتسمع دو من الزهر ديال اللوين تخبى مورا واحد الحيط قبل ما ينفجر. وصلوا صحاب اللوين لقاوه واكلها وبالسيف باش يقدر يوقف، وهما كيحاولوا يعاونوه وبداو كيتيريو فيهم شي جوج قناصه من العماره اللي مقابله معاهم. تحاصروا وسط المبنى، وفي نفس الوقت وصل الطوموبيل ديال البوليس. وصحابنا كيفكروا في شي حل حتى تصدموا بالقناصه كيتيريو في الضباط ديال البوليس. صفوها ليهم كاملين. سولوا اللوين اش واقع وشنو قال لي ريكو قبل ما يموت. قال لهم الوزير صيفطنا لهنا باش يصفيوها لينا الروس. وتشالحه في هاد اللحظه فهموا باللي الا ما عتقوش روسهم ما كاينش اللي غيعتقوا. خرج اللوين بدا كيتيري في القناصه وخلى صحابو هربوا من الغرفه، وبقاو هابطين وكل مره كيكال عليهم واحد حتى هبطوا لتحت. قدروا يعلقوا القناصه، ولكن قبل ما يخرجوا من المبنى حاصروهم البوليس. بداو خوتنا كيفكروا كيفاش يحاولوا يلقاو شي حل. اقترح عليهم اللوين واحد الحل، يطلع للسطح ويلاهي البوليس حتى يعلقوه. كاري رفض، ولكن
فهم ان اصلا محكوم عليه بالسجن ولا رجع للبلاد غادي يتشد، وافق. توادعت معاه، هز الاسلحه والمتفجرات وطلع للسطح ديال العماره. مع وصل تما بدا كيلوح القنبول وكيتيري القرطاس كيطيح بحال التبروري. البوليس ما عرفوا روسهم باش تبلاو، الضباط كاملين تلاهاو معاه، وهنا استغلوا صحاب اللويه الفرصه وطلعوا للفارغونيت اللي جاو بها وعفار. الوين بانوا ليه صحابو علقوا، هز واحد الصاك فيه المتفجرات في يد، هز السلاح في اليد الاخرى، وبقى هابط كيطيح في البشر. هاك شد لقى اللي جا عنده كيصفيها ليه، طيح بزاف منه، فعل القنبله وتخبى تحت واحد جثه ديال جندي روسي. سال العد التنازلي وكتسمع ديك الدو. من بعد مده قصيره وصلت فرقه الانقاذ وهما كيحاولوا يجبدوا الجنود الروس. خرج من وسط منهم ضارب اللبسه ديال واحد من دوك الجنود اللي قتل، كان تيبان واكلها وبزز باش كيقدر يتحرك. ضرب على لومبيلونس واقف ركب فيها وعفار. من تما تحرك نيشان البلاصه اللي مخبيين فيها صحاب. من الزهر ديالو لقاهم يلا غادي يهرب. عاونوا التوكاري نزل من الطوموبيل، خداتو للباطو وعطاتو الاندري وديمارا وتحركوا. من تما قدروا يعلقوا، عالجوا اللويين واللي تصابوا وهما كيفكروا في شي حل. غيبان في اندري ولا كيحترموا بزاف حيت غامر براسو على حسابه. قال لي غيلقى واحد الصاك عامر بالفلوس في القبو ديال الباطو ويهزو ويغبر حيت رجع معاهم غيتشد، ولكن اللوين بطبيعه الحال ما غاديش يبغي يهرب بلا ما ينتقم لمراتو. قال لهم عندي خطه باش تكشفوا داكشي اللي كيدير الوزير، وبدا كيشرح ليهم. مورا هاد البلان بايام غنشوفوا الوزير كيتعشى في واحد الريستو. الليله زوينه، الامور مقاده، كلشي غادي مزيان. دخل الطواليت غسل يديه وهو يخرج وقف عليه اللوين. الوزير غير شاف اللوين وتصدم ويقول ليه ما متيت. قال لي انا درت راسي مت باش نوصل لك شي معلومات. معلومات؟ اشنا هي هاد المعلومات؟ رايكوف، ما رايكوف. قال لي كاع هادشي اللي دار رايكوف كان امر من واحد مسؤول امريكي. هو يسولو قال لي واش متاكد؟ قال لي قالها لي فمو قبل ما يصفي راسو بحزام ناسف. والوزير كيشكرو على الولاء ديالو. قال لي كاع ما تفاجأتي ملي قلت لك رايكوف صفاها راسو بحزام ناسف. وكيفاش كاتبين في التقرير انه هي اللي قتلاته؟ قال لي نورمالمون فاش قلت لك قتل راسو كنتي تفاجئ، وإلا ما تفاجئتيش يعني انت كنتي عارف يقتل راسو حيت انت اللي امرتيه باش يدير هادشي. الوزير شافو عاقبيه، بغى يعيط للامن وهو يطير عليه بقج، بقى مزير عليه وهو كيفركل ما تلقو حتى غيب. ملي فاق لقى راسو مكتب حدا اللويين في الطم. اللويين ما بقاش عنده الوقت اللي ضيع معاه. قال لي احنا دابا في الطريق لدارك، عندك من هنا حتى نوصلو، تعترف بكل شيء، واذا ما بغيتيش تعترف ومشينا حتى وصلنا غنصفي على عائلتك قدام عين. الوزير شاف القضيه فيها ان ولات فيها عائلته، يبدا كيقرب اللي كاينه واللي ما كاينه. باختصار الوزير عنده علاقه بشي تجار ديال الاسلحه ودار هادشي كامل باش يشعل الحرب ويخليهم يبيعوا الاسلحه ديالهم. الوزير اعترف بكل شيء، ضرب اللويان الصمته وقصد واحد الواد تلاح فيه. بدا الطوموبيل كتغرق والوزير كيطلب فيه والو. عمرات الطوموبيل بالماء، مات الوزير واللوين حتى هو كيبان فيه بحال ما بقاش باغي يعيش. من بعد يومين على هاد البر غنشوفوهم دايرين ليهم جنازه هو والوزير، دفنوه داروا دوك الطقوس ديالهم. وكارين كتبان حزنات بزاف على اللوين، خدات واحد الرايه ديال التكريم طلعت في الطوموبيل. تما غنشوفوا اللوين كيتسناها بغا يطلع مازال حي. اشنو طرا؟ واجي نديروا واحد فلاش باك. اللوين كان داير مع كاين باش دوز تعتقوا من الطوموبيل، او بالفعل داكشي اللي طرا حتى قرب يغرق ووصلت عطاتو يتنفس. جبدوا واحد الجهاز سجلوا به الوزير كيعترف، وحطوا واحد المجرم في الطوموبيل على اساس هو اللي قتل الوزير. وصلاتو كارين للمطار، عطاتو جواز سفر وهويه جديده. يودع كارين وشكرها حين تعاونت معاه ينتقم لعائلته وتحرك يبدا حياه جديده في شي بلاصه بعيده على تما. وحتى هنا غنكونوا سالين القصه، وشكرا على المشاهده. ما تنساوش لايك وابوني. تحيه لكم، الى اللقاء في فيديو جديد.